كل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل علينا واكيد بنحتاج حاجات جديدة نعملها ان شاء الله. النهاردة هعمل لكم بدل ما اعمل لكم الفراخ السليمة محشية بالفريك او الحمام، هنعملها النهاردة بالبانيه، وهتكون سهلة وبسيطة وهتدي طعم جميل جدا، ووحدات ممكن تستخدميها كمان في العزومات. يلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الفراخ الجميلة دي ازاي، وبأبسط طريقة هقول لكم عليها، وهتطلع معاكم في منتهى الجمال، وان شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. الفراخ دي حلوة في إنها وحدات، وكل واحد بياخد القطعة بتاعته، ودي بتوفر عليكي كتير. بجيب الفراخ البانيه بغسلها كويس جدا بالمية والخل والليمون وقشر الليمون، ودي عندي معلقة من الزبدة بحطها في الجريل عندي أو الطاسة، وبحط بصلة كبيرة ببدأ أشوحها مع فصين من التوم. أول ما بتبدأ إن هي تاخد لون شوية ببدأ أضيف لها الفريك، ده عبارة عن كوبايتين منقوعين لمدة ساعة ومتصفيين، وبعد كده بضيف له الجزر المبشور، ممكن اضيف له بسله جزر. هنا ضفت كمان فلفل حار، وببدا اضيف له طبعا الملح، وبضيف له الفلفل الاسود، وكمان بضيف له البهارات اللحمه، وممكن اضيف له شويه صغيرين جدا من جوز الطيب بتدي طعم حلو، ممكن كزبره ناشفه وشويه من الكمون. ضفت كل البهارات عليه وبدات اشوحه مع كل المكونات اللي انا حطيتها، واضيف له بس ربع كوبايه من الميه عشان ياخد 3/4 سوا. وبعد كده بجيب الفراخ البانيه، بكون طبعا غسلاها بالميه والخل والليمون زي ما قلنا، ومتبلاها بميه البصل والملح والفلفل، وبحط جواها الفريك اللي انا عملته، وببدا الفها رول، وابدا بعد كده احطها في الطاسه عندي، او في الصينيه اللي انا هبدا ان انا احطها في الفرن. طبعا لو لقيت ان البانيه مقطوع معايا ما تخضش، واحط قطعتين فوق بعض وابدا الفها برضو بالفريك بحطها. طبعا ممكن اقفلها بخله، ولكن هي بمجرد ما بتخش الفرن بتبدا ان هي تمسك نفسها مع بعضها لوحدها. بحضر الصوص اللي هنبدأ ان احنا ندهن بيه الفراخ، وهو عبارة عن معلقة من الكاتشب، معلقة من صوص الطماطم والزعتر والملح والفلفل الاسود، وشوية من الكزبرة الناشفة، بدهن بيهم الفراخ وبدخلها في الرف الاوسط على درجة حرارة 180. وبعد كده اول ما تستوي بحطها تحت الشواية، وبكون دهنة طبعا الصينية شوية من الزيت. طبعا ده انا سويت الفريك المتبقي زي ما بسوي الرز بالظبط، ضفت له المية مغلية لحد لما بدأ يغلي، وبعد كده ببدأ أهدي عليه النار. ودي الفراخ بعد ما طلعت في منتهى الجمال بجملها بالزيتون الأخضر. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.